أخي الصائم، أختي الصائمة، خلقنا الله جل وعلا من أجل عبادته وتوحيده. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى ليعبدون أي ليوحدون. وحقيقة هذا التوحيد وهذه العبودية التي نتحدث عنها أنها حال في القلب والجوارح تجعل العبد مقبلا على الله عز وجل متعلقا به وحده سبحانه. وهذا التوحيد يا كرام إذا قوي في القلب واستقرت حقائقه في النفس كانت العبادة أحسن والإقبال على الله تعالى فيها أثبت وأقوم. وكذلك كلما صحت العبادة وقويت وأداها العبد على أحسن الوجوه عملا وإخلاصا ومحبة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى وموافقة للسنة، كان هذا دالا على قوة الإيمان وثبات التوحيد في القلب. إذن العلاقة يا كرام بين الإيمان الباطن والعبادة الظاهرة هي علاقة تلازمية، فالإيمان الباطن الصحيح يولد العبادة الصحيحة ولا بد، كما أن العبادة الصحيحة تغذي الإيمان في الباطن وتقويه. في هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد السابع صفحة 541 من مجموع الفتاوى يقول: لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه. قال: كما في الشجرة التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان، والشجرة كلما قوي أصلها قويت فروعها، وفروعها أيضا إذا اقتدت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. انتهى كلامه رحمه الله. من هنا فإن الصيام يا كرام عبادة عظيمة إذا أداها العبد بإخلاص وإقبال على الله جل وعلا وموافقة للسنة، كان هذا دالا على رسوخ التوحيد في القلب، ما يترتب عليه عظيم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. أقرب الأقوال في معنى قوله فإنه لي وأنا أجزي به أن الحسنات في سائر الأعمال يضاعف جزاؤها من 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإن ثوابه لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، لذلك يتولى جزاءه بنفسه ولا يكله جل وعلا إلى ملائكته. والموجب يا كرام لاختصاص الصوم بهذا الفضل أن سائر العبادات مما يطلع عليه العبد أو يطلع عليه العباد عموما، والصوم سر بين العبد وربه. الصائم بحق يا كرام يستشعر العبودية والمراقبة في كل لحظة من اللحظات، فهو وإن خلا بنفسه فإنه يمنعها الطعام والشراب، لأنه يستحضر أن الله تعالى يسمعه ويراه، وهو أيضا يحفظ لسانه من الكلام الحرام والنظر الحرام، ويحفظ قلبه حتى من الخواطر الحرام، لأنه يستحضر العبودية والمراقبة لله جل وعلا في كل أحواله وفي كل شؤونه. لذا فإن عبادة الصيام يا كرام من أعظم العبادات التي تحقق التقوى لو أداه العبد كما يجب. قال الله تعالى في بيان هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذا كان الضجر من الصيام وتمني انقضاء الشهر مما يتنافى حقيقة مع كمال الإيمان الواجب، وبالتالي يترتب على ذلك أن ينقص أجر العبد بل ويقع في الإثم، عافانا الله تعالى والمسلمين. فالواجب يا كرام، الواجب علينا كمسلمين أن نقبل على الصيام بسعادة وانشراح صدر محتسبين للأجر والثواب عند الله عز وجل. وينبغي على العبد أن يحذر من أن يكون حظه من الصيام الجوع والعطش، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر.